السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من مادة العلوم، الفصل الخامس، العناصر وأنواعها. كما نشاهد في هذه الصورة، يستخدم الحديد والألمنيوم في تشييد وتزيين المباني. العناصر وأنواعها. سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على أن أعرف العنصر بأنه مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى. ثانياً، أحدد خصائص العناصر وتمييزها بعضها عن بعض. ثالثاً، أصنف العناصر إلى فلزات ولا فلزات وأشباه الفلزات. كما نشاهد في هذه الصورة، جميع المواد من حولنا تتكون من عناصر. ما العنصر؟ سنتعرف على الإجابة من خلال هذا الدرس. الفكرة الرئيسية لدرسنا اليوم عن العنصر. العنصر مادة لا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى أبسط منها عن طريق التغييرات الفيزيائية والكيميائية. ما العنصر؟ حين أمشي في شوارع مدينتي أشاهد عمارات ومباني مختلفة الأشكال والأحجام. جميع هذه العمارات والمباني تم تشييدها باستعمال عدد قليل من أنواع المواد مثل الطابوق والحجر والخرسانات والحديد والخشب والزجاج. وتتكون هذه المواد جميعها من مجموعة من العناصر. العنصر هو أبسط وحدة بنائية للمواد من حولنا، ولا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى أبسط منها عن طريق التغييرات الفيزيائية والكيميائية. هذا هو تعريف العنصر، هو أبسط وحدة بنائية للمواد من حولنا، ولا يمكن تجزئتها إلى مواد أخرى أبسط منها عن طريق التغييرات الفيزيائية والكيميائية. وكل يوم نتعامل مع هذه العناصر من حولنا، مثل رقائق الألمنيوم لحفظ الأطعمة، والفضة لطلاء أدوات الزينة، والأكسجين والنيتروجين المكونين للهواء الذي أتنفسه. إن عدد العناصر التي تم التعرف عليها إلى يومنا هذا 118 عنصراً، يوجد منها 94 عنصراً في الطبيعة. أما بقية العناصر فقد قام الإنسان بتحضيرها. توجد العناصر في الطبيعة بحالات 3 هي: الصلبة، السائلة، الغازية. فالذهب مادة صلبة، والبروم مادة سائلة، والأكسجين مادة غازية. نشاهد في هذه الصورة عنصر الذهب، يوجد في الطبيعة بحالة صلبة. أما عنصر الزئبق يوجد في الطبيعة بحالة سائلة. حقيقة علمية: تتكون جميع المواد في الطبيعة من عناصر. كيف أصنف العناصر؟ جميع المواد الموجودة من حولنا تتكون من عناصر، وتختلف هذه العناصر في صفاتها، ولذلك تم تصنيفها اعتماداً على تشابهها في بعض الصفات. فكما ذكرنا، قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية. فهناك عناصر تسمى الفلزات، تتميز ببريق معدني قابلة للطرق والسحب، لها القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء. أغلبها صلبة مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة والرصاص. أما الزئبق فهو سائل. نشاهد في هذه الصورة النحاس، الرصاص، الحديد، وهذه الفلزات عناصر تتميز ببريق معدني. إذن الفلزات تتميز ببريق معدني قابلة للطرق والسحب، لها القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء. أغلبها صلبة
مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة والرصاص. أما الزئبق فهو سائل. توجد عناصر أخرى تسمى اللافلزات، لا تتميز ببريق معدني وغير قابلة للطرق والسحب، أغلبها غازية كالأكسجين والنيتروجين والكلور. أما البروم فهو سائل، وليس لهذه العناصر القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء. والصلبة منها تكون هشة كالكربون والكبريت. إذن اللافلزات تتميز بصفات عكس صفات عناصر الفلزات، فهي لا تتميز ببريق معدني وغير قابلة للطرق والسحب، أغلبها غازية كالأكسجين والنيتروجين والكلور. أما البروم فهو سائل، وليس لهذه العناصر القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء. والصلبة منها تكون هشة كالكربون والكبريت. نشاهد في هذه الصورة كبريت، بروم، كربون. اللافلزات تكون هشة عند طرقها، أما البروم لافلز سائل. وتوجد مجموعة ثالثة من العناصر لها صفات مشتركة بين صفات الفلزات واللافلزات، تسمى أشباه الفلزات، مثل عنصر السيليكون، حيث له القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء، ولكن بنسبة أقل من الفلزات. وبناء على ذلك تصنف العناصر إلى فلزات ولافلزات وأشباه الفلزات. نشاهد في هذه الصورة السيليكون عنصر من أشباه الفلزات.